السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في وصفه اخرى. اليوم غادي نوريكم كيفاش كنوجد عجينه الشوكولاط. هي مختلفه على عجينه السكر حيت الاساس ديالها هو الشوكولاط. كنستعملوها بزاف ديال الحوايج كنزينوا بها لي صابلي لي غاطو، نصايبوا منها الورد. كنتمنى تبقاو معايا لاخر الفيديو باش نوري لكم طريقه التحضير ديالها. نحتاجو في المقادير 250 غرام شوكولاط ابيض، 250 غرام سكر كلاصي، 2 معالق كبار ناباج، 2 معالق كبار غليكوز، ورقه ديال الجيلاتين. غندير الشوكولاط يذوب في بان ماغي، وبما داب لينا الشوكولاط غادي نهرس ورق الجيلاتين، غادي ندير ندوبها في الماء، شويه ديال الماء. الشوكولاط ديالي بعد ما داب، دابا غنزيد عليه الجليكوز، غادي يكون قاصح شويه حيت الحال بارد. غنحرك مزيان باش يذوب لينا الجليكوز مع الشوكولاط. الجليكوز داب ليا مع الشوكولاط كيولي بحال هكا، متخلعوش منه. دابا غندير ورقه ديال الجيلاتين اللي ذوبت في الماء، غنعصرها مزيان من الماء. غنزيدها عليه، ودابا غندير معلقه ديال الناباج، غندير غير وحده، وغنخلط مزيان حتى يتخلط لينا كلشي. المكونات ديالنا كاملين بعد ما تيذوبوا كيوليو بحال هكا. دابا صافي غنطفي البوطه في العافيه وغنسرحو فوق الرخامه. كنخويوه سخون. دابا غادي نبدا ندير فيه في السكر كلاصي مغربل، غادي نبدا نجمع بالزربه. ردوا بالكم راه كيكون سخون، ولكن غير حاولوا معاه، صبروا. كنبقى ندخل فيها السكر كلاصي بحال هكا، تنكمل السكر كلاصي اللي عندي كامل. دابا غنزيد المعلقه الثانيه اللي بقات لي ديال الناباج باش تكون عندنا العجينه ديال الشوكولاط تكون طريه، تكونش قاصحه. الشوكولاط ديالنا بعد ما تجمعات كتولي بحال هكا، كتجي زوينه. كنزينوا بها لي صابلي بريستيج، الكاطو، كنصايبوا منها الورد. دابا ندير لكم واحد الفيديو غادي تشوفوا الطريقه ديال كيفاش كنصاوبوا الورد. غندير لها السلوفان، نغطيها مزيان وغنديرها في الثلاجه حتى نبغي نستعملها. عاد غادي نجبدها بفتره قبل حيت كتجمع، حيت الشوكولاط تيتجمع. وما تنساوش ديروا لنا جيم للفيديو، ولا كنتي مازال مشتركاش معنا في القناه اشتركي باش يوصلك اي فيديو. نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.